بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبر الثاني الإعدادي هنتكلم النهاردة عن مجموعة الأعداد الحقيقية اللي بنرمز لها بالرمز ح. تعال نتعرف على مجموعة الأعداد الحقيقية الأول وبعدين نشوف التفاصيل بتاعتها كلها. مجموعة الأعداد الحقيقية هي عبارة عن اتحاد بين مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية. يعني بشكل عام نقدر نقول إن ح بتساوي نون اتحاد نون شرطة. خد بالك إن ح بتساوي نون اتحاد نون شرطة معناها إن ح فيها جميع الأعداد النسبية وجميع الأعداد الغير نسبية، عشان كده نقدر نمثل ح بشكل فين بالشكل اللي قدامنا ده. ح فيها نون شرطة ونون. نون شرطة اللي هي مجموعة الأعداد غير النسبية، ونون بتمثل لي مجموعة الأعداد النسبية كلها. ولو نفتكر مع بعض إن نون اللي هي مجموعة الأعداد النسبية كان فيها صاد. صاد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة، وصاد كان جواها طه. يعني معنى كده طه جزئية من صاد، جزئية من نون، جزئية من ح. تعالى نكتبها مع بعض كده. يبقى عندي طه جزئية من صاد، جزئية من نون، جزئية من ح. يعني ح هي أكبر مجموعة أعداد أنت درستها لحد دلوقتي، لأن ح فيها جميع الأعداد اللي أنت خدتها قبل كده، سواء كانت طبيعية أو صحيحة أو نسبية أو غير نسبية، لأن برضو الغير نسبية موجودة في مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي ح. ح بشكل عام يا جماعة فيها 3 حاجات أساسية: ح الموجب وح السالب والصفر. يعني أنا أقدر إن أنا أقول لك إن ح بتساوي ح الموجب اتحاد ح السالب اتحاد المجموعة صفر. يبقى عندي ح الموجب هتساوي كل الأعداد الموجبة. كل الأعداد الموجبة يعني مثلا هقول له س حيث س تنتمي إلى ح، وس أكبر من الصفر، يعني أي عدد أكبر من الصفر ده ينتمي إلى ح الموجب لأنه عدد موجب. ح السالب نفس القصة، هقول له س حيث س تنتمي إلى ح، وس أصغر من الصفر، يعني أي عدد سالب ينتمي إلى ح. طب ح ستار، ح ستار أو ح نجمة اللي احنا بنقول عليها هي عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. تعالى نتعرف على مجموعة الأعداد على خط الأعداد. بشكل عام خط الأعداد اللي بينتصفه هو الصفر، وهنا هيكتب ح الموجب على اليمين، وعلى الشمال هتكون ح السالب. يبقى خط الأعداد عندي في المنتصف بيكون صفر، وعلى اليمين ح الموجب، وعلى الشمال ح السالب. في نهاية ح الموجب في حاجة اسمها ما لا نهاية، 8 بالإنجليزي نايمة على جنبها، بقول عليها ما لا نهاية. وفي النهاية على الشمال في حاجة اسمها سالب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية. الحاجات دي هنحتاجها إن شاء الله في الدرس الجاي اللي هو الفترات بعد ما ناخد العمليات على الأعداد الحقيقية. تعال نتعرف على مجموعة الأعداد الحقيقية أكتر عن طريق التمارين والأمثلة. س واحد أكمل. بيقول لي نون اتحاد نون شرطة، لما أحط مجموعة الأعداد النسبية مع مجموعة الأعداد غير النسبية في مجموعة واحدة هتديني مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي ح. طب لما أقول لك ح فرق نون شرطة، معناه إن أنا هشيل من الح نون شرطة، إيه اللي هيتبقى؟ نون اللي هي الأعداد النسبية. طب نون تقاطع نون شرطة، الأعداد النسبية تقاطع الأعداد الغير نسبية. يعني إيه الأعداد المشتركة بين مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية؟ طبعا مفيش ولا عدد مشترك، عشان كده الإجابة بتاعتها هتكون فاي. ح ستار بتساوي لسه قايلينها من شوية ح فرق المجموعة صفر. ح فرق نون هتديني طبعا نون شرطة. طب وح بشكل عام هتساوي نون اتحاد نون شرطة. أو ممكن إن أنا أقول إن ح بتساوي ح الموجب اتحاد ح السالب اتحاد المجموعة صفر، زي ما برضو لسه قايلينها من شوية. س اتنين مجموعة اوجد مجموعة الحل في ح، يعني عايز مجموعة حل المعادلات دي في ح. تعال نحل مع بعض. 3 س أس 2 زائد 25 بتساوي سالب 2.
طبعا اول خطوة هعملها هودي ال25 الناحية التانية بعكس الاشارة، هيبقى 3 س تربيع بتساوي -2 ناقص 25، يعني 3 س تربيع بتساوي -27. هقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة، أصبحت س تربيع بتساوي -9. عشان أتخلص من التربيع هاخد الجذر التربيع للطرفين، يعني ده معناه هاخد هنا جذر وهنا جذر. أصبحت س بتساوي جذر تربيعي ل-9، وده طبعا لا ينتمي لح. ليه يا مستر لا ينتمي لح؟ قال لي ح بها جميع الأعداد ما عدا، يعني في نوعين من الأعداد مش موجود في ح، ما عدا نوعين من الأعداد مش موجود في ح، وهو قال لي الجذر التربيعي لأي عدد سالب، ده مش موجود في ح، أو بقول عليه لا ينتمي إلى ح. وإيه تاني؟ قال لي النوع التاني أي عدد مقسوم على صفر، ده أصلا ليس له معنى او غير معرف زي ما بنقول، او بشكل عام هنقول لا ينتمي الى ح. النوعين من الاعداد دول بس اللي مش موجودين في ح، غير كده جميع الاعداد اللي موجودة في الدنيا كلها المفروض ان هي موجودة في ح. يبقى هنا هقول له لا ينتمي لح، يبقى مجموعة الحل عندي يا جماعة بتساوي فاي. 2 س تربيع ناقص 6 بتساوي 4، يبقى هودي الستة الناحية التانية بعكس الإشارة، أصبحت 2 س أس 2 بتساوي 4 زائد 6، يعني 2 س تربيع بتساوي 10. هقسم على اللي جنب السين عشان أتخلص منها، هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، أصبحت س تربيع بتساوي 5. عايز أتخلص من التربيع يبقى باخد الجذر التربيعي للطرفين، هنا جذر تربيعي وهنا جذر تربيعي. أصبحت س عندي بتساوي جذر ال5، وده طبعا عدد غير نسبي يعني موجود داخل ح، يبقى مجموعة الحل عندي بتساوي جذر 5. تعال نكمل أمثلتنا. اكتب 3 أعداد غير نسبية محصورة بين ال11 وال12. عايز أعداد غير نسبية، خد بالك من الكلام. أنا عشان أقدر أجيب عدد غير نسبي أو أعداد غير نسبية، عشان أقدر أجيب أعداد غير نسبية تنحصر بين ال11 وال12، يبقى أول خطوة لازم أعملها أربع العددين ال11 وال12. يبقى هقول له ال11 كل تربيع بتساوي 121، وال12 كل تربيع بتساوي 144. هقدر ان انا اخد ما بين ال 121 وال 144 فيها اعداد كتير جدا، ولكن هو عايز اعداد غير نسبية، يبقى هاجي هنا واقول له الاعداد هي، وهاخد من بعد ال 121 يعني 122 123 124 125، واكتب له زي ما انا عايز من الاعداد، هو عايز 3 بس. طب دول يا مستر اعداد نسبية، ما انا بعد ما هكتب الاعداد هاخد فوقها جذر تربيعي بحيث اقول له ان الاعداد ديت غير نسبية، يبقى عندي جذر ال 122 جذر ال 123 جذر ال 124 جذر تربيع ال 125، كل دي اعداد غير نسبية تنحصر بين ال 11 وال 12. واتمنى تكون حصة خفيفة عليكم، حصة بسيطة وصغيرة، ونكون فهمنا منها الدرس، واتمنى ان اكون سبب في ان انت تستفيد معلومة وتفهم درسك كويس، واقدر ان انا ابسط لك منهج الرياضيات. وشكرا يا جماعة لدعمكم، ومنتظر المزيد من الدعم. انا بالنسبة لي 350 اللي احنا وصلنا لهم ده عدد كبير مش شوية، احنا ان شاء الله بنكبر، وان شاء الله هنبقى عيلة كبيرة جدا، وهنكون في مصر كلها بدعمكم ومشاركتكم، وما تبخلش علينا باللايك. يا ريت لو حد عنده اي استفسار يسيبولي في التعليق او يراسلني على صفحة الفيسبوك او الواتساب. واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.